ويجب أن تستوقفنا. فكنظن هذه المادة مادة مهمة جدا ويجب أن تستوقفنا. فالمحاربة ديال الفساد يجب أن تكون بالقانون، ماشي غير نقولوا راه كاينه وشايات كاذبه. بالفعل يمكن تكون هذه الوشايات الكاذبه، ولكن كيفاش غادي نحاربوها؟ نحاربوها بمحاربه المبلغين الحقيقيين بالجمعيات الجاده. من فضح هذا الاستاذ اليوم ديال بنوزور وغيرهم من الفاسدين سوى الجمعيات الجاده اللي من قبل من 2003 وما تابعين هذا الاستاذ كيقول لك راش كاينه شنو كاين. ولهذا انا كنقول بانه اذا كان السيد وزير بحال الكلام اللي كان قال لنا واحد الوقت بانه غنبقاو نحاربوا الفساد، غدا ما نبقاو شكون اللي يترشح. حنا بغينا خيرة بنات وابناء هذا الوطن اللي غادي يترشحوا غدا. راه هذا البرلمان راه عطينا 40 واحد راهم وراء القضبان، راه واحد العدد ديال رؤساء المجالس الجهويه والمحليه ثبت في حقهم انهم يسخرون مؤسسات الدوله لاثراء غير مشروع. ولهذا محاربه الفساد تكون بالقانون وباحترام الدستور الذي لم يحترم. اذا تم الغاء هذه الماده يعني ما تقبلش التعديل فيها، راه ما كنحترموش الدستور الذي يجب ان يعاقب على عدم التبليغ بالفساد ولا الاتفاقيات الدوليه ديال محاربه الفساد اللي وقع عليها وصدق عليها المغرب. ولهذا انا